السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى؟ النهاردة بإذن الله هندرس مع بعض تاني درس في الدراسات، وهو بعنوان مظاهر سطح قارة أفريقيا. مظاهر السطح على سنة أولى عارفين طبعا احنا زي الجبال والهضاب والسهول، فاحنا هناخد كده مثال للهضاب اللي موجودة في قارة أفريقيا، ومثال كمان للجبال الموجودة في القارة، وكمان السهول. درس سهل بسيط بس ركز معايا. أول حاجة طبعا لازم تكون معروفة إن قارة أفريقيا فيها مظاهر سطح متنوعة، وكل المظاهر دي والأرض نفسها غنية بالموارد والثروات الطبيعية. طبعا من ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها ونبدأ بيها اللي هي الهضاب. لاحظنا في القارة كده، أو لاحظنا في خريطة قارة أفريقيا وجود هضاب كتيرة على سطح القارة. لو هنقسمها أو هنحاول إن احنا نميز أماكنها ونميز نبدأ فوق شمال، هنلاحظ إن في هضبة كبيرة جدا. الهضبة دي بنسميها كده زي اسمها، هي هضبة موجودة في شمال القارة، فبنسميها هضبة شمال أفريقيا. لو نزلنا شوية هنا عند أثيوبيا، ففي هضبة، هي أثيوبيا كان اسمها الحبشة زمان، فالهضبة دي بنسميها هضبة الحبشة أو الهضبة الأثيوبية، موجودة هنا. تمام كده. ننزل شوية هنا في مجموعة بحيرات، وطبعا بما انها هنا موجود خط الاستواء، فيعني موجودة هنا في الاماكن الاستوائية بنسميها البحيرات الاستوائية. فالهضبة دي بنسميها برضو على نفس الاسم المكان بتاعها، فبنسميها هضبة البحيرات الاستوائية. ننزل تحت شوية في الجنوب، فبنسميها كمان على نفس اسمها اللي موجود في المكان ده، يعني هي موجودة في جنوب القارة، فبنسميها الهضبة الجنوبية. كده أنا عندي كام هضبة؟ 4 هضبات: هضبة شمال أفريقيا، هضبة الحبشة، هضبة البحيرات الاستوائية، الهضبة الجنوبية. واللي مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني ان انا بعرض المعلومات عن كل هضبة من الهضاب دي. لو هنبدأ بالأكبر هضبة في الاتساع، يعني منتشرة جدا في مساحتها كبيرة، فهنبدأ بالهضبة شمال أفريقيا، واللي طبعا بيذكر لك ان هي بيسود سطح قارة افريقيا هضاب واسعة جدا، منها هضبة شمال افريقيا. موقع الهضبة لو لاحظنا سنة أولى إن هنلاحظ إن الهضبة دي بتبتدي من الشرق عند جبال البحر الأحمر، وبتنتهي عند ساحل المحيط الأطلنطي اللي موجود في الغرب. ولو لاحظنا فوق في الشمال هنلاحظ ان هي بتبتدي من ساحل البحر المتوسط شمالا الى وسط افريقيا جنوبا، يعني كده بعد خط الاستواء بشوية بتنتهي هضبة شمال افريقيا. عرفنا كده موقعها موجودة فين، من فين لفين، من شمال للجنوب ومن الشرق للغرب. فطبعا ايه اللي بيميز القارة دي؟ اللي بيميزها بما انها كده واخدة معظم الخريطة، فبتتميز بالاتساع الكبير. بالنسبة لارتفاعها فهي مش مرتفعة جدا، عادي جدا، موجود عليها قارات، موجود عليها منشآت وهكذا. فبالنسبة لارتفاع هضبة شمال أفريقيا فهي قليلة الارتفاع. بالنسبة للانحدار، يعني مثلا الجوانب بتاعتها المنحدرة للأماكن المنخفضة عنها، فالانحدار بيكون تدريجي نحو الشمال، حيث تلتقي بسواحل البحر المتوسط، يعني بتنزل شوية شوية. يعني الأماكن دي نفسها الارتفاع بتاعها بيقل على على أبعاد بعيد، فالتدريج بيكون سهل وسلس، ويكون النهاية بتاعته بتكون عند إيه؟ عند سواحل البحر المتوسط. طبعا احنا ذكرنا ان مساحة هضبة شمال افريقيا مساحتها كبيرة جدا. يا ترى الهضبة دي مش موجود عليها اي مظاهر سطح تانية؟ لا، موجود طبعا الصحراء الكبرى، واللي هي بتعتبر اكبر صحاري العالم كله. وطبعا موجود جبال زي جبل كده العوينات اللي موجود على الحدود بتاعتنا بيننا وبين ليبيا والسودان. وكمان منخفضات زي منخفض القطارة اللي موجود في مصر، والعديد من الواحات زي واحة سيوة اللي موجودة في مصر، وكمان واحة الجوف اللي موجودة في ليبيا. يعني مظاهر السطح اللي موجودة على الهضبة ايه وايه؟ الصحراء الكبرى اللي موجودة أو بتعتبر أكبر الصحاري في العالم كله، والجبال زي جبل العوينات اللي موجودة على الحدود بين مصر وليبيا والسودان، والمنخفضات زي منخفض القطارة، والعديد من الواحات زي كده واحة سيوة اللي موجودة في مصر، وواحة الجوف اللي موجودة في ليبيا. كده خلصنا هضبة شمال أفريقيا. موقعها من الشرق البحر الأحمر، من الغرب لسواحل المحيط الأطلنطي، من الشمال عند ساحل البحر المتوسط، والجنوب عند وسط أفريقيا. طبعا تاني هضبة وهي هضبة إيه؟ شطار، هضبة الحبشة، أو اللي بنسميها هضبة الأثيوبية، فهي موجودة هنا في الشرق من القارة.
كل اللي بيميز الهضبة دي إن هي مرتفعة جدا. فلو سألتك مثلا إيه أعلى الهضاب اللي موجودة في القارة، هتذكرلي إن هي هضبة الحبشة أو الهضبة الأثيوبية. وإيه كمان يمثل اللي بيميز الهضبة دي؟ بيميزها التربة بتاعتها خصبة. يعني وطيب إيه سبب خصوبة التربة؟ ده بسبب الطفوح البركانية، كان موجود مجموعة من البراكين فأدت إلى خصوبة التربة اللي موجودة في الهضبة هنا. وايه اللي ترتب عنه ان وجود خصوبة في التربة؟ طبيعي جدا بيحصل ايه؟ قيام حرفة الزراعة. وايه كمان؟ نشأة الحضارات القديمة في اثيوبيا. يعني انا هنا عندي سؤالين، بما تفسر خصوبة التربة في هضبة الحبشة او الهضبة الاثيوبية ده بسبب طفوح البركانية. طيب خلاص، عندنا تربة خصبة، هيحصل ايه؟ ما النتائج المترتبة على خصوبة تربة هضبة الحبشة؟ ترتب على ذلك 2: قيام الزراعة ونشأة الحضارات القديمة في اثيوبيا. بيذكرلك ان طبعا هضبة اثيوبيا او في المكان ده بتعد هي المنبع الموسمي لنهر النيل، هي كده اللي بتغذي نهر النيل بالمية. وده ليه؟ من فين يعني؟ ده بسبب الامطار التي تسقط عليها في موسم الصيف. بما تفسر تعد هضبة الحبشة المنبع الموسمي لنهر النيل بسبب الامطار التي تسقط عليها في موسم الصيف. ثالث هضبة وهي هضبة البحيرات الاستوائية اللي موجودة هنا. بالنسبة لموقعها فتقع في وسط القارة وبتمر بها دائرة الاستواء. فعرفنا هي سميت ليه بهضبة البحيرات الاستوائية؟ بتمر بيها أو بيمر عليها كده خط الاستواء. تتميز طبعا بالانحدار من الجنوب للشمال، منحدرة. يعني مثلا الانحدار بتاعها جاي من الجنوب ناحية الشمال كده نازل. وطبعا موجودة فيها احنا بنتكلم عن مميزات البحيرات الاستوائية، وموجود فيها قمم جبلية بركانية، وطبعا فيها بحيرات عذبة يعني ميتها كويسة وحلوة كده للناس تشرب منها زي بحيرة فيكتوريا. كل اللي بيميز البحيرات الاستوائية أو هضبة البحيرات الاستوائية 3: الانحدار من الجنوب للشمال. نركز يا سنة أولى، انحدار هضبة البحيرات من الجنوب للشمال. وإيه كمان؟ فيها قمم جبلية بركانية. وإيه كمان؟ فيها بحيرات عذبة زي بحيرة فاكتوريا. فأنا هنا عندي سؤال، بما تفسر تعد المنبع الدائم لنهر النيل هضبة البحيرات الاستوائية ليه؟ منبع دائم يعني دايما طول السنة هي سبب وجود المية أو اللي بتغذي نهر النيل بالمية. ليه؟ بسبب ان هو في المكان ده بتسقط او سقوط الامطار طوال العام. يعني نركز كده يا سنة أولى، يعني هضبة الحبشة بس تغذي النيل بالمياه أو الأمطار بس في موسم الصيف، وإنما في حاجة تانية، هضبة تانية اللي هي هضبة البحيرات الاستوائية هي المنبع الدائم لنهر النيل، وبسبب إن هضبة البحيرات الاستوائية بتسقط عليها الأمطار طوال العام. ومعانا آخر هضبة موجودة طبعا هي هضبة الجنوب أو الهضبة الجنوبية اللي موجودة في جنوب القارة. موقعها تقع في جنوب القارة، تتميز بإيه؟ إن انحدارها بيكون شديد ناحية السواحل الشرقية للقارة. وطبعا في الموجود ده في الجزء الشرقي ليها طبعا الأخدود الأفريقي العظيم. هتسألوني يعني إيه أخدود أفريقي عظيم؟ يعني هو عبارة عن مجموعة كده من الانكسارات الطولية في اتجاه شكلها طولي. الانكسارات دي بتكون طولية، من الانكسارات دي بتتجه من الجنوب للشمال بمسافة أو طول حوالي 5600 كيلو متر تقريبا كده، ومن ضمنها بيكون البحر الأحمر والخليجين، هو خليج عدن والعقبة جزء من الأخدود الأفريقي العظيم. وبكده انتهت الهضاب الموجودة في قارة أفريقيا. أشوفكم في الجزء الثاني من الدرس ده.